من اكتر الاسئله اللي كنت بشوفها بتتسال هي ازاي اعرف ان بوجيهات عربيتي باظت او ان هي في طريقها ان هي تبوظ. تعالى يلا هقول لك على 5 علامات تقول لك ان البوجيهات في خطر او ان هي باظت اوريدي. من اشهر العلامات اللي تخليك بسرعه تروح تبص على البوجيهات بتاعه عربيتك هي استهلاك البنزين. لو لقيت عربيتك بدات تسحب بنزين بشكل غير اللي انت متعود عليه ومعدل اكبر، لازم تراجع على البوجيهات بتاعه عربيتك. تاني علامه وهي ان انا احس ان العربيه بقى سحبها ضعيف، او بمعنى ادق ان معدل التسارع بتاع عربيتي بدا يبقى اقل من اللي انا متعود عليه. تالت حاجه وهي ان انا ابتدي الاحظ ان انا بدات اواجه صعوبه لما اجي اشغل العربيه، يعني اجي ادور العربيه الاقيها ان هي ما بتدورش بسهوله. رابع حاجه ودي من الاشهر ودي من اكتر الحاجات اللي بتبقى باينه، هي لما ابدا الاقي رجرجه او هزه في العربيه، وخصوصا وهي واقفه. معظم الصناعيه بيسموها ان العربيه دي متلته، يعني ممكن يبقى فيها بوجيه او اكتر يعني فيهم مشكله. خامس علامه ان انا الاقي البوجيه ذات نفسه عليه زي طبقه كده من الكربون، او ان هو نفسه لونه اتغير تماما. روح اطمن يلا على بوجيهاتك وما تنساش اللايك والشير.